السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. نبدأ الأول، هنصلي على النبي وندخل في الماتش. طبعا المباراة النهاردة ما بين الزمالك وفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. الزمالك بدأ بداية كويسة جدا بهدف في البداية لسيف الجزيري، وبعد كده الزمالك طبعا البداية ديت كانت كويسة ليه، لأن هو قدر إن هو على الأقل خالص يمشي الجيم زي ما هو عايزه. طبعا قدر إن هو يرجع لنص الملعب، أحمد عبد الرؤوف الخط اللي هو كان عايزها. هنسجل في الأول، أعتقد ده الشيء المثالي بالنسبة له، يعني إن احنا نسجل جون في الأول، لأن كده هو هيرجع عادي خالص لنص الملعب، يدافع من نص الملعب، وتبقى هيضيق المساحات على فريق كايزر شيفز. وفعلا الدنيا كانت ماشية كويس أوي لحد حتى آخر الماتش، يعني كانت الدنيا كويسة جدا. آه، وطبعا اللعب على المرتدات اللي كانت يعني خطيرة جدا، سواء ببيزيرا أو وبيشيكو بنزا برضو اللي استغل سرعته في أكتر من كورة. حتى سيف الجزيري استغل ذكائه في كذا كورة، وفي كورة اللي هي الهدف اللي اتلغى. أعتقد إن الهدف ده ما يتلغيش غير في أفريقيا، يعني الحاجات دي ما تتلغيش إلا لو الحكم عايز يجي عليك شوية أو يظلمك شوية. في كمان ضربة الجزاء بتاعت شيكو بنزا، أعتقد إن دي ممكن برضو كانت تتحسب. فالتحكيم أثر برضو في نتيجة الماتش. من وجهة نظري أحمد عبد الرؤوف عمل ماتش كويس. الغلطة اللي بصراحة أو الحاجة اللي أنا قلقت منها شوية أول ما شفته مطلع محمد إسماعيل ونزل بعد كده بنتايج. مش تقليلا من بنتايج لعيب كويس جدا، بس في مشكلة في الزمالك من وجهة نظري، إن الزمالك دخل الماتش أصلا ما عندوش خط وسط ملعب. لعب مركز ستة، سواء دونجا أو أحمد ربيع الاتنين مصابين، وكمان عبد الله السعيد مصاب اللي هو كان بيلعب معاهم على الدايرة. فأنت بتلعب باتنين على الدايرة وهم مش لعيبة دايرة أوي، يعني محمد شحاتة بوكس تو بوكس لعيب بيروح ويجي كتير أوي، ومحمد إسماعيل هو أصلا مدافع. فالمشكلة في الموضوع ده في حاجة، إن مفيش حد يحمي خط المنطقة اللي هي قدام ال18. طبعا شفنا كان في بعض الخطورة شوية منهم، بس كانت الخطورة دي يعني معظمها اصلا لان الزمالك كان راجع ورا، فكان المساحات مش كتير، فكان معظم الخطوره بتاعتهم بتبقى من كرات عرضيه او كرات ساقطه داخل ال18. وكنا بنتعامل فيها بصراحه كله كويس، يعني كلها بصراحه كنا بنتعامل بها كويس، مفيش مشكله خالص. لما بنتاج نزل بقى اتحول فتوح، وبقى في وسط الملعب فتوح وشحاته. اعتقد فتوح برضو هو راجل باك شمال، يعني هو بيلعب مش لاعب دايره برضو، يعني هو بيدخل بيلعب كانه باك شمال بيدخل لجوه. فما مش بيأدي نفس الدور اللي هو كان مطلوب منه يعني. وفي نفس الوقت شحاتة برضه مفيش اللاعب اللي هو يحمي ال18. من وجهة نظري كان القرار الأحسن إن محمد إسماعيل أصلا في الشوط التاني يرجع، يبقوا التلاتة ورا، يبقى محمد إسماعيل والونش وحسام عبد المجيد التلاتة جنب بعض، ويبقى شحاتة موجود، وممكن مثلا لو جنبه لو محمد شحاتة لو محمود جهاد، يعني حتى لو هو بنص مستواه بس ينزل يبقى موجود جنب شحاتة يدافع. او رجع ناصر ماهر، لان ناصر ماهر كان وحش جدا وهو صبر عليه كتير قوي في الماتش ده. اعتقد ان هو كان من اقل اللعيبه في الملعب. طبعا لان هو الزمالك، فللاسف يعني الكرة عاقبتنا بطريقه، بالسيناريو الاقبح والسيناريو الاصعب بصراحه. الكرة وقعت من ايد صبحي في الدقيقه الاخيره تقريبا من الوقت الضايع، واللعبة الاخيره يعني جون بصراحه يقتل. وطبعا الناس كلها وليها حق في الموضوع ده، ان كله بينتقد صبحي، وده حقيقي يعني هم حقهم، لان بصراحة الكورة ما تدخلش يعني. بس انا من وجهة نظري برضو ان الزمالك عنده مشكلة في اختيار الحارس، يعني في مشكلة باينة اوي. المهدي سليمان ما بيحضرش التمرين لان هو عايز يلعب، وعواد في كلام ان هو مرضاش يقعد دكة لصبحي. فالمفروض الزمالك خلاص يبقى صريح معاهم، اللي هو فلان الحارس الاول، والاتنين التانيين دول بقى يعني انت هتوافق تبقى بديل يا اما هتطلع بره. عايز تتباع ماشي، اللي يجيله عرض. انا من وجهة نظري ان الزمالك كان عامل حسابه ان واحد من صبحي وعواد هيتباع، ولو ما كانش الاتنين اصلا. وبصراحة ده غلط، يعني انت تجمع برضو بين تلات حراس، التلاتة ينفع يلعبوا اساسيين؟ صعبة جدا بصراحة. والحوار ده كان حصل قبل كده، اعتقد كان الشناوي برضو وابو جبل وتقريبا جنش، فبرضو تلاتة ياما قوي، يعني صعب قوي ان التلاتة واحد فيهم يرضى. لان حتى فيهم واحد، لو انت مثلا هتلعب واحد في الدوري واحد في الكونفدرالية او في الكاس، فيهم واحد تالت مش يشمها، وده اللي حصل مع المهدي يعني. بالعكس، يعني انت النهارده احتجت، لو كنت احتجت الحارس اصلا كنت هتلاقي محمود الشناوي اللي هو حارس الناشئين. فبصراحة اعتقد الموضوع ده لازم يتحل. انا من وجهة نظري شايف رغم ان صبحي غلطة شنيعة اللي غلطها النهاردة، بس انا بشوف ان هو اشمل واحد فيهم،
وهو الأحق بالحراسة إن هو يكون الحارس الأساسي للزمالك يعني، لأن هو عنده مقومات الحارس كويسة، طويل وبيلعب برجله أحسن من الاتنين، وفي نفس الوقت كسن هو أصغرهم في السن، فأعتقد إن هو المفروض يكون هو حارس الزمالك الأول. واعتقد ان يعني النتيجة برضو التعادل في جنوب افريقيا، لو قالك قبل الماتش ان انت تتعادل اعتقد الناس ما كانش هيبقى عندها اعتراض يعني، هي بس المشكلة في سيناريو الماتش يعني. عامة اتمنى طبعا الفترة الجاية دي هتبقى فيها ايقاف، هيبقى نشاط واقف يعني الفترة الجاية. اتمنى ان الزمالك يستغل الفترة دي ان هو يجيب مدرب اجنبي يعني حد يفرق معانا شوية يا جماعة، حد يزق شوية الليلة يعني معانا. احمد عبد الرؤوف راجل بيأدي قدر امكانياته، بس بصراحة واضح ان هو برضو يعني لسه بيتعلم، ممكن يبقى هو مدرب الزمالك بس بعد فترة يتجهز شوية، يبقى مدرب عام مثلا مع مدرب تقيل او كده. مش عارف يعني، بحس ان احنا مستنيين جوميز ان هو يمشي من الفتح، في كلام على الموضوع ده، بس الموضوع غريب الصراحة. يعني تحس ان الموضوع عامل زي الواحد مثلا بيحب واحدة بس هي اتجوزت، فهو مستنيها لما تتطلق بقى، فمش عارف يعني هل ده هينفع ولا لأ. فان شاء الله خير يعني، وان شاء الله الزمالك يوفق في المباريات الجاية. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتكتب لي كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله.